السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة اللي فاتت شفنا كيفاش يمكننا نأسسو شركة ديال الاستيراد والتصدير، وشفنا الوثائق اللي خصها تدفع والمصالح اللي خص الإنسان يمشي ليها باش يمكن يكمل كاع الإجراءات اللي خاصة بالشركة بصفة عامة وبالشركات اللي غادي تخدم في الاستيراد والتصدير بصفة خاصة. إذا شفنا هذا الجانب تيبقى المهم اللي هو اولا الانسان اللي غادي يمارس هذه المهنه لابد خصو يدير واحد ليتيود دو مارشي، يدرس السوق. غادي نبداو بالناس اللي تيديروا الاستيراد او الاستيراد والتصدير، ولكن بالنسبه للاستيراد اشنو خصو يدار؟ اولا كما قلنا خص دراسه للسوق. اولا غادي تستورد واحد السلعه ولا واحد الماده اوليه وغادي تصنعها، علاش؟ باش تبيعها في السوق الوطنيه، في السوق المغربيه، او تجيبها باش تصنعها وتعاود تصدرها. ولكن حنا غادي ناخذ داك الجانب اللي هو كثير، اللي هو انك تستورد السلعه او المواد الاوليه وتتصنعها وتتبيعها هنا في السوق المغربيه. اذا الدراسه اللي غادي دير خصها تشمل ايضا الزبناء اللي غادي تبيع لهم، شكون هما هاد الزبناء، واش كاينين، واش كاين واحد كارني دو كوموند، واش السلعه مطلوبه، واش عندك معرفه بها الى اخره. وكذلك الاثمنه ديال المواد الاوليه اللي غادي تجيب من الخارج، وديال السلعه اللي غتجيب من الخارج، واللي غادي تزيد عليها لي فخي ترونسبور، لا دوان، وكاع. دونك الدراسه اللي غادي دير غادي تشمل لاكتيفيتي كامله، النشاط كامل، لانها تكون دراسه شامله اللي غادي تبين لك في الاخر واش المشروع ديالك غادي يربح ولا لا، واش مربح، واش غيخرجك، واش غادي يخلي لك اون مارج ولا لا. الدراسه لا بد منها، خصك تعرف السوق وتعرف راسك لمن غادي تبيع، لان هاد القضيه راه مهمه بزاف. اون فوا هاد ليتود تدار، تتشوف واش غادي يمكن لك ولا غادي تحتاج لتموين بنكي، واش الفلوس اللي عندك ديجا انت واش كافيينك باش تبدا لاكتيفيتي ديالك ولا لا. الا ما كافيينكش راه لا بد خصك دير تموين بنكي انت والشركاء ديالك، اي في اطار الشركه ديالك انك تمشي للبنك ديالك. وهذاك الدراسه اللي درتي ديال المشروع ديالك، ولا دراسه ولا ليتيود دو مارشي ولا دراسه السوق، راه هي باش تدافع على المشروع ديالك في البنك باش يمكن ليه يعطيك التمويل اللي خاص بالنشاط التجاري ديالك كامل، ولكن كذلك بالنشاط اللي تتعلق بالاستيراد ديال السلعه ديالك. حنا ما غاديش نطولوا في المسائل الاخرى الكريت ديال التمويل البنكي عامه، ولكن غادي نحدوا هذا الحديث ديالنا في التمويل البنكي اللي خاص بالاستيراد، لان الموضوع ديالنا هو الاستيراد والتصدير. ودونك بدينا بالاستيراد، غادي نشوفوا شنو هو التمويل البنكي اللي خاص بالاستيراد. اذا فاش غادي تمشي تطلب تمويل بنكي، اذا راه خصك تدافع على التموين ديالك بالمشروع ديالك. وكذلك خص يكون لابد يكون عندك ضمانات، لان البنك غادي يطلب لك ضمانات، اما ضمانات شخصيه دي غارونتي بيرسونيل، ولا دي غارونتي ريال على شكل رهن عقاري او اي شيء اللي يمكن ليه، او نونتيسمون فوند كوميرس الى اخره. المهم الضمانات البنكيه راها كثيره، لابد خص تكون مسلح بهاد الضمانات هادو باش يمكن يكون عندك لاكسي لهذاك التمويل البنكي اللي خاص ب... ب... بالتمويل البنكي. اشنو هما القروض اللي تتعطاو في اطار، ولا لي لين دو كريدي، خطوط الائتمان اللي تتعطاو لهذا النشاط التجاري اللي خاص ب اللي خاص بالاستيراد. التمويل البنكي اللي خاص بالاستيراد، لان فاش غادي تستورد غادي تشري السلعه من عند ممول في الخارج، وهذاك الممول يقدر يكون ديجا عندك معرفه به وتيثق فيك، او يكون انسان اللي ما تتعرفوش وشركه اللي ما تتعرفهاش وما فيها اول مره غادي تتعامل معها. اذا ما تتكونش هذيك الثقه الكامله، او تتكون الثقه
كاينه ولكن ماشي 100%. ولا لما المبلغ ديال الاستيراد تيكون مبلغ كبير، اذا الممول ما تيقدرش يخاطر الا ما طلبش منك واحد لو مود دو بايمون، واحد عمليه ديال باش تخلصوا بواحد الطريقه اللي تضمن ليه انه يتوصل بالفلوس ديالو. وكذلك حتى انت من جهتك كمستورد لا بد ما خصك تاخذ الاحتياطات اللازمه، انك اولا تعرف من عند من تشري. لما تعرف هذيك الشركه اللي غتشري منها غادي تنيغوسي معاها، غتشوف السلعه غادي تنيغوسي معاها لو بري، غتنيغوسي معاها بزاف ديال المسائل، بزاف ديال لي ديتاي، وكذلك كيفاش غادي تخلصها. اذا التمويل البنكي لابد غادي تمشي ليه، لان في بعض الحالات الممول ديالك غادي يطلبك تخلصو قبل ما السلعه ديالك تجيك، او غادي يطلب منك عمليه بنكيه اللي تضمن ليه انه يتوصل بالفلوس، بالمال ديالو ولا بالفلوس ديالو لما يرسل لك السلعه ديالك، وهي هذيك اللي تسمى ضمانات بنكيه على شكل كريدي دوكيمونتير، اعتماد مستندي بالعربيه، ولا افال بونكير، ان البنك ديالك تيضمن انه يخلص واحد طريطه بواحد مبلغ بالعمله في واحد ليشيونس، في واحد التاريخ اللي تتفق مع الممول ديالك باش تخلصوا فيه. هادو هما تقريبا عندك لافال بونكير ولا الكريدي دوكيمونتير، الاعتماد المستندي. ولا اذا كاينه ضمانه بنكيه ديال البنك ديالك اللي تيضمنك انك تخلص السلعه الى الممول ديالك صيفط لك هاد السلعه. هذا بالنسبه للتمويل البنكي. ولا يقدر يكون حتى الديكوفير، لانك تحتاج للديكوفير. علاش؟ لانه واخا يكون عندك واحد الكريدي دوكيمونتير، لما غادي تجي ولا لافال بونكير لما غادي يجي الوقت باش تخلصوا، يقدروا يكونوا الفلوس ما كافيينش، الرصيد ديالك ما كافيش باش يخلص هذا الشيء. اذا البنك ديالك اللي هي ضمناتك باش تخلص بهذيك ليشيونس مجبره ان دوز الحساب ديالك اون روج، دوزو في الاحمر، دوزو ديبيتور في حاله دائنه. اذا لابد من تعطيك هاد الخط ديال الديكوفير. دونك الديكوفير وتكون عندك خط ديال الكريدي دوكيمونتير، وكذلك لافال بونكير الا كان الممول صيفط لك السلعه مع واحد الطريطه، ولا تيصيفط لك الطريطه حتى تدير ليها لافال ديالها، تتكون فيها ضمانه ديال البنك باش تخلص بواحد لاطات ديتيرميني. عاد يمكن لي متى تصيفطها ليه وتتوصل بها عاد تيصيفط لك السلعه ديالك. اذا هادو هما التمويل البنكي بالنسبه للواردات. وكاين حتى لي غارونتي بونكير. كاين بعض الممولين اللي تيطلبوا ضمانه بنكيه باش يصيفط لك السلعه ديالك، ولا تيطلب لك ضمانه بنكيه على شكل ليتر دو كريدي ستاند باي. هذه بالنسبه، هادو هما الخطوط ديال الائتمان اللي يمكن البنكه ديالك تعطيك باش يمكن لك دير تستورد وما عندكش انك اسي دارجون، ما عندكش النقود الكافيه، ولا ما عندكش لي فون اللي كافيين باش الفلوس اللي كافيين باش تخلص الفورنيسور. اذا البنك ديالك تمول لك الشراء ديال سميتو الشراء ديال السلعه ديالك من الخارج، ويمكن ليها تمول لك حتى واحد المرحله ديال الصناعه. الا كنتي غادي تستورد المواد الاوليه باش يمكن لك ترانسفورميها، دير لها التحويل ديالها وتبيعها. ولا تعطيك مثلا دي كوسيون دو دوان، تعطيك ضمانات جمركيه بحاله مثلا الا كنتي تستورد مواد اوليه و تتحولها وتعاود تصيفطها تتصدرها للخارج، اذا راه خصك واحد الضمانه
اون كوسيون دوان اللي تتمكنك باش دير هذه العمليه، لانك تدخل المواد الاوليه بلا ما تتخلص الديوانه، لان هذيك المواد الاوليه غادي تتحول وتولي ماده كامله، ان برودوي فيني اللي انت تتصيفطو على برا. وكاين بزاف ديال التمويلات اللي خاصه بالاستيراد. اذا اما تكون عندك الاموال كافيه باش انك تمول من الفلوس ديالك بلا ما تمشي للبنكه ديالك تاخذ من عندها كريدي تمول الواردات ديالك، ولا انك لا بدا تدوز على البنك ديالك الا ما عندكش الاموال الكافيه. وكما قلنا البنك ديالك تيدرس المشروع ديالك وتيطلب لك الضمانات اللي غادي يحمي بها حتى هو المخاطر اللي يمكن ليها تنتج على انك في الوقت الا ما خلصتيش راه عنده الضمانات ديالو لي غارونتي ديالو. اذا تكلمنا على التمويل البنكي. تبقى العمليه ديال الاستيراد. اذا في العمليه ديال الاستيراد لما انك تلقى الممول، ملي تدور على السوق تتشوف الممول اللي هو صالح ليك باش يبيع لك والسلعه ديال وفيه الثقه، وتتعرف بان ما غاديش يغشك وما غاديش ينصب عليك، لان راه ماشي ولو انك تستعمل ضمانات بنكيه باش تجيب السلعه ديالك بحال كريدي دوكيمونتير ولا لافال بونكير، راه لابد خص تكون عندك معرفه تامه باللي غادي يبيع لك. لان اللي غادي يبيع لك الا كان معروف في السوق، بحال دابا يكون بواط كبيره ومعروفه هذيك ما تخافش منها، ولكن الا ما كانش معروف راه لابد خص تاخذ عليه المعلومات باش ما يضيعكش، باش ما يغشكش وباش ما تضيعش. لان في بعض العمليات ديال فاش تتخلصوا راه تتخلصوا قبل ما تجيك السلعه، وتقدر تخلصوا ما تجيك السلعه ولا تجيك السلعه في واحد لا كاليتي اللي ماشي هي هذيك. اذا المعرفه ديال اللي غادي يبيع لك خصك تعرف القوانين ديال البلاد ديالو. ياك ما كاين دي كونترانت ديال لا دوان ديالو، ياك ما عندك تمشي تشري السلعه تبغي تخرجها ما تقدرش تخرجها، وتشوف واش مسموح لك بعدا هذيك السلعه تدخلها للمغرب، لان في المغرب راه يمكن لك تدخل كاع السلع من غير الممنوعات. ولا كاين السلع اللي تحتاج لواحد الرخصه ديال واحد لوتوريزاسيون ديال الوزاره ديال المينيستير ديال دي كوميرس، وزاره التجاره. اذا لما تعرف الممول اللي غادي يبيع لك السلعه، تبقى انك تتفق معه على الثمن، على لا كونتيتي، على الكميه ديال السلعه اللي غادا وكيفاش باش غادي تجي، اش من مود دو ترونسبور اللي غادي تجي، واش غادي تجي بار باطو، واش غادي تجي بار كاميون، ولا غادي تجي في الطياره، ولا غادي تجي في التران. ولا في بعض البلدان هنا في المغرب ما عندناش هذه القضيه، تجي بار لي فلوف، تجيب عن طريق لي كانو، القنوات المائيه. اذا في المغرب ما كايناش هذه القضيه ديال القنوات المائيه، كاين اما تجي عن طريق الشاحنه ولا على طريق الباخره ولا على طريق الطائره، ولا تجي بالنسبه الى كانت الكميه ماشي كبيره وما تحتاجش المود دو ترونسبور لهذا، تجي بار بوست ولا في الدي اش ال ولا ملي تيجيو لي زيشونتيون الى اخره. اذا تتفق على الثمن، على لا دوفيز، على المبلغ، على الكميه، وتتعرف المبلغ الكامل ديال. اذا خصكم تتفقوا على واحد الفاكتوره، واحد لا فاكتور اللي فيها هاد المعلومات كامله. وكذلك غادي تقولوا هاد الثمن ديال السلعه اشنو داخل فيه، واش داخل فيه الترونسبور ولا الثمن ديالو ثمن الشراء عند الوزين، ولا فاش تجيبو حتى الباطو ولا حتى توصل لعندك. اذا هذاك الشيء تيتسمى، غادي خصكم تحددوا لانكوتيرم، لي تيرم دو فونت. وهاد القضيه ديال لي زانكوتيرم لان الحديث عليهم كبير طويل وتيخصهم واحد الحلقه خاصه بهم. اذا اما تيدير لك دي باريزين ان مثلا السلعه تيقول لك بان السلعه راه غادي الثمن اللي حسبت لك راه في الباب ديال الوزين انني، ولا في الباب ديال اللوكال ديالي تنحطها لك، وانت تجيب ترونسبور ولا تتعين ترونسبور هو اللي تيهزها لك ويركب في الباطو منين يوصل للمغرب. المهم ترونسبور حتى تتوصل السلعه ديالك المقر ديالك، اللوكال اللي غادي ستوكيها فيه.
اذا هادو تتسمى لي زانكوتيرم، كما قلنا الكميه، الثمن، العمله باش تخلص، واش لورو واش الدولار، ولا تقدر كاع تقدر تقول ليه دير لي فاكتور بالدرهم الا بغى، ولكن الاغلبيه تقول لك لا انا غادي نديرها لك بالاورو، لان الا كان غادي ديرها بالدرهم راه يمكن لك تخلصوا بالدرهم على واحد الطريقه اللي غادي نشوفوها في حلقه خاصه بهذا الامر هذا. اذا نخليو راسنا في العمله. لا بد ما دير سميتها واحد الفاكتوره ولا دوفي، ومنين تدار لك هذيك لا فاكتور، هذيك لا فاكتور بروفورما، فاتوره تكون قبل العمليه، ولا دوفي اللي تيدير فيه كاع هاد لي زيليمون هادو، ومنين وتتفقوا على اشنو هما، لان انت عن طريق المصالح ديالك، الا عندك ناس اللي هما عندهم الخبره في مجال الاستيراد، راه هما تيقول لك دير بالنسبه لهاد البضاعه اشنو هما هاد الوثائق اللي خصهم يكونوا معها منين تبغي تجي للمغرب، لان كاين الوثائق صحيه، كاين الدوكيمون ترونسبور، المهم كاين الوثائق كثيره غادي نتكلموا عليها نيت في هذه الحلقه هذه. اذا تتفقوا على كاع المسائل اللي غادي تمكنك انك منين تخلص السلعه توصلك اللوكال ديالك ولا اللوزين ديالك ولا التجاره ديالك. وبهذيك لا فاكتور اللي ولا الدوفي، كما قلنا راه لما تتاسس الشركه وباش يمكن لك من غير الوثائق اللي تتاسس بها الشركه باش يمكن لك دير التجاره الخارجيه، لا بد خصك دوز على الديوانه باش تعطيك واحد الرمز الجمركي هو الكود امبورتاتور، وكذلك انك تسجل في بورتنيت، هو تسجيل سنوي في واحد المبلغ، هو ماشي مبلغ كبير بالنسبه للشركات. المبلغ انا ما عارفوش بالضبط، ولكن بين 3000 و 4000 درهم تنظن الا ما خطاتش للسنه، ولكن في السيت ديال لوفيس دي شونج راه يمكن لكم تطلعوا على الثمن ديالو. لما انك تتوصل بهذاك الفاكتوره، لا بد خصك دير التوطين ديال الاستيراد ديالك، انك دير اللي تنسميوه لا دوميسيلياسيون بونكير، لانك تسجلتي في بورتنيت ولا عندك لاكسي بورتنيت. بورتنيت اشنو هي؟ بورتنيت غير باش نلخص هي واحد البلاتفورم اللي تابعه الإدارة الموانئ المغربية، هي شركة اللي ولات عندها استقلالية، وأن من هاد البورتنيت تمكنك أنك دير بطريقة إلكترونية اونلاين، تدير لا دوميسيلياسيون ديال الاستيراد ديالك، لأن قبل كان هاد التوطين ديال ولا لا دوميسيلياسيون ديال الواردات، الا بغيتي تجيب شي سلعه انك تتعمر واحد الاوراق وتدوزهم للبنكه ديالك باش دير لك لا دوميسيلياسيون، تدير لك كاشي ديالها، تعطي واحد الرقم، ومن بعد كاين عمليات ديال تتبع ديال مكتب الصرف وديال الديوانه اللي ملي تدخل السلعه تطبع عليك هذاك لو تيتر دامبورطاسيون. منين تنقولوا هاد لو تيتر دامبورطاسيون راه هو تيكون اما على شكل اونغاجمون دامبورطاسيون ولا سيرتيفيكا دامبورطاسيون. اونغاجمون دامبورطاسيون تدار كاع السلع اللي هي انك حر تجيبها للمغرب. سيرتيفيكا دامبورطاسيون هي السلع اللي بعض الخطرات الدوله ولا وزاره التجاره تقول لك الا بغيتي تجيب هاد السلعه هادي لا بد من الرخصه ديالي انايا، دونك تتسمى سيرتيفيكا دامبورطاسيون. اذا هاد البلاتفورم ديال البورتنيت تتمكنك باش دير لا دوميسيلياسيون ديال لامبورطاسيون ديالك، انك تدخل اما انت عبر المصالح ديالك او تدوز على طريق واحد ترانزيتير اللي تيعمل لك هذه العمليه هذه. ولكن الا كان من الاحسن يكون عندك شخص اللي هو فورمي، لان ما تحتاجش انفورماسيون كبيره ولا شي حاجه باش دير دوميسيلياسيون، ولكن كما كان الحال تيكون عندك ان ترانزيتير اللي تينصحك وتيوريك اشنو غادي دير، لان تتعمر معلومات
لان في بورتنيت لما تجيب الفاكتورات تتعمر معلومات في بورتنيت على اسم اللي غادي يبيع عليك، المعلومات عليك انت، ليدونتيفيون ديالك، ليدونتيفيون فيسكال ديالك، لو كود امبورطاتور ديالك، كذلك معلومات على السلعه، على البلد اللي غادي تجي منه، المبلغ، الكميه. اذا معلومات كثيره اللي تتزود بها، تدخلها في بورتنيت وتدير طلب ديال لا دوميسيلياسيون، طلب ديال التوطين، لانك انت تتعمر المعلومات وتتسكاني لا فاكتور، تتمشي مع دخلتها هي في السيستم. لما تدير، لان ملي تتمشي تقيد في البلاتفورم ديالها راه تديزيني لا بنك ديالك، تقول لهم ها هي البنك ديالي، وتدير لو ريب ديالك، الحساب البنكي اللي فيه 24، وهذاك الحساب البنكي هو اللي تيمكن بورتنيت باش تصيفط لك بطريقه اوتوماتيكيه المعلومه، العمليه ديال الطلب ديال التوطين ديال لا دوميسيلياسيون ديال لامبورطاسيون، تتمشي مباشره للبنك ديالك. البنك حتى هي راه مشاركه في البلاتفورم ديال بورتنيت، لان هاد البلاتفورم باش ما غاديش نخرج على الموضوع، انما هاد البلاتفورم راه كلشي، ماشي كلشي وانما بزاف المصالح تدخل ليها. عندك الديوانه، وزاره التجاره الخارجيه، الابناك، مكتب الصرف، لان حتى مكتب الصرف عنده الصفه ديال المراقب ديال هاد لي دوميسيلياسيون، وانه تيراقب، وكذلك تياخذ لي شيفر ديال الاحصائيات ديال البلاد، شحال داروا ديال لي زابورطاسيون، اش من برودوي الى اخره بالديتاي ديالهم. اذا ملي تدير الطلب ديال لا دوميسيلياسيون تطلع لا بنك ديالك، البنكه ديالك تدير لي فيريفيكاسيون، تتشوف واش داكشي هو هذاك، ان المعلومات اللي حطيتي في لا دوميسيلياسيون هي اللي كاينه في لا فاكتور، لان هو تطلع دوفي ولا لا فاكتور بروفورما اللي سكانيتي في السيستم. دونك العمليه، السيد اللي في لا بنك اللي مكلف بهذه العمليه ديال لا دوميسيلياسيون تيفيريفي الا كان الامور مزيانه، الا كانت لونغاجمون اللي هي تتخص لي برودوي ليبر، لي برودوي اللي هما ليبر تجيبهم، اللي انت حر تجيبهم، ما تيطلبوش رخصه ديال وزاره التجاره، راه تيدير لا دوميسيلياسيون الا كان كلشي مزيان. دونك المعلومات اللي في الفاكتور هما اللي في لا دوميسيلياسيون، والامور واضحه. اذا تيدير لا دوميسيلياسيون تيتعطى واحد الرقم ديال البنك، ريفيرونس بنكير لهذيك لا دوميسيلياسيون. اذا فاش تيدير لا دوميسيلياسيون تيولي انت التيتر ديالك موجود باش تدخل السلعه ديالك، تيولي انك عندك الحق، لان تيولي باين لمكتب الصرف، تيولي باين حتى للديوانه. بالنسبه الا كان خصك سيرتيفيكا دامبورطاسيون، اي رخصه ديال وزاره التجاره، ان تدير اون بري دوميسيلياسيون، اي ما قبل التوطين ديال الواردات ديالك، سي اون بري دوميسيلياسيون. فاش تدير الطلب ديالها حتى هي تطلع بحالها بحال الاخرى البنكه ديالك، والبنك ديالك تيأشر عليها انه حتى هو تيدير بري دوميسيلياسيون، حتى هو عنده منين تيفاليديها تطلع اوتوماتيكيا، تتمشي للوزاره، المصالح ديال وزاره التجاره اللي حتى هما كونيكتي لهاد لا بلاتفورم، حتى هما تيشوفوا اما تعطيو لوتوريزاسيون ولا تيرفضوها. الا رفضوها راه تيرجع الرفض، وتيرجع حتى البنكه ديالك، ترجع للبنكه وليك. وإلا قبلوها راه ترجع للبنكه، والبنكه تعطيها واحد الرقم بحال اللي عطات لونغاجمون، وهذاك الرقم تيكون تسلسلي، تيكون متابع، الى عطاه جوج هذه الاخر 3 4 5 الى اخره. اذا حتى هاد السيرتيفيكات تكون موجوده باش انك تدخل السلعه بدون مشاكل، اذا لانها مسموح لك باش تدخلها. اذا لما تدير هاد لا دوميسيلياسيون تتبقى ان السلعه تجيك من الخارج، كما قلنا ماشي غير السلعه تجيك من الخارج، وانما تتفقوا على كيفاش غادي تخلص الفورنيسور، كيفاش غادي تخلص الممول ديالك. الا كان هي كاينين تقريبا 3 ولا 4 ديال الطرق باش يمكن لك تخلص. الا كان ما كاين ما هذاك الممول ما تعرفكش، ما تتعرفوش، ولكن انت تايق فيه لانه معروف، لان لا بد خصك تعرفو كما قلت لك،
ولكن ما تيثيقش فيك انه يصيفط لك السلعه تخلصوا من بعد، لان لا ريغل هي انك تصيفط السلعه وتخلص، لان ملي تصيفط السلعه الديوانه تتاشر على السلعه اللي دخلات والبنكه تتخلص بدون حتى مشكل. ولكن من الاحسن نبداو منين تكون الثقه الكامله. فاش كنت تكون الثقه الكامله كاين جوج ديال الحوايج، اما الممول تيصيفط لك البضاعه، تيصيفط لك السلعه ديالك للمغرب وانت تتخرجها وتيكون متفق معك على انك تخلصوا عن طريق التحويل بلا ضمانات بلا والو. انما انت تعطي اشنو تيدير، تيصيفط لك السلعه، تتمشي السلعه لعندك تتوصل للديوانه، ولكن تيصيفط لك الوثائق اللي نهضروا عليها واللي هي مهمه. هذيك الوثائق هي اللي تتمكنك باش تمشي للديوانه وتخرج السلعه ديالك.